بلحظة واحدة الشيخ قلب الموازين وخلى المقدم يتراجع من مهاجم إلى مدافع في حوار لا يخلو من الحدية والمواجهة ما بين المقدم والشيخ. نلاحظ لغة جسد كليهما. الشيخ أشار إلى نفسه في بداية الحديث ثم إلى المقدم باستخدام الكف المفتوح، يعني احنا هسه مجبورين. هي رسالة إنه أنا وأنت مشتركين، النقاش متوازن. المقدم اعتمد على الورقة، وهذا كشف بأنه محتاج إلى دعم خارجي أو محور مكتوب، وهذا يفسر أنه بداية ضعف غير مقصود. فالموازنة أن الشيخ دخل بثقة، أما المقدم فهو معتمد على الورقة. تصعيد الفكرة. الشيخ عند عبارة لا عمي مو كل شيء، أغلق عينه ورفع رأسه ونظر مباشرة، فهو إعلان تحدي زائد موقف قوي. المقدم حاول أن يثبت نفسه بهز الرأس والجسد عندما قال إنه أكو دولة لازم تفرض سطوتها وإظهار السلطة، لكن بانفعال. فالنتيجة الاثنين متقاربين، لكن لغة جسد الشيخ أكثر هدوء محسوبة، بينما المقدم كان أكثر انفعالية. القوة البصرية اللي نشاهدها بأن الشيخ قرب الكفين ثم أبعدهم المسافة كبيرة، فهي صورة بصرية قوية وتعني لا إجبار. أما المقدم فما عنده رد بصري مساوي وظل صامت، فالنتيجة الجمهور يتلقى صورة الشيخ المسيطر. في كسر التوازن المقدم نظر للورقة وحاول يقوي حجته بالقول إنه أكو دولة لازم تفرض سطوتها وسيطرتها. فالشيخ رد بشكل فوري هاي مغالطة أستاذ، وقطع الفكرة من جذورها وأظهر ثقة. فالشيخ أخذ زمام المبادرة. أما لحظة الانكسار المقدم أغمض عينه وأمال رأسه لليمين، فقال أرجوك مع ميل للأمام، فهي حركة استسلام زائد طلب مساحة. الشيخ واصل العد بالأصابع بهدوء. فرض سطوتها بالمطارات والجيش والشرطة وتابعة السلطة القضائية، القضاة ما راح يتغيرون ولا راح تتغير المحاكم ولا راح يتغير شيء. شنو علاقة سطوة الدولة بتنظيم حال الأسرة؟ وشرح منظم ورسخ بأن هو المسيطر بالحوار. فالنتيجة كانت المقدم فقد السيطرة علنا، والشيخ حسم الجولة الأخيرة. خلاصة هذا نستنتج بأن الشيخ نور لعبها بحرفية، كف مفتوح يساوي شفافية، والعد يساوي المنطقية، وتقريب وإبعاد الكفين هو قوة بصرية. المقدم عدنان الطائي حاول أن يستخدم هز الرأس والجسد كأداة قوة، لكن انقلبت الانفعالية وضعف لما طلب بلغة الجسد. المشهد انتهى بسيطرة كاملة للشيخ وفقدان المقدم لزمام القيادة أمام الجمهور.